كنتش هوصل سيمي فاينال اصلا. تمام. قال لي ليه؟ قلت له عشان الامارات جاهزه، البحرين جاهزه، الكويت جاهزه، المغرب ما تقارنيش بيها. قال انا عارف ان المغرب بتتمرن، المغرب من ساعه ما احنا 2019 20 مباراه وديه، 20 مباراه وديه، احنا لعبنا ماتشين مع الامارات. فما تقولش بقى المغرب هكسبها. قلت له انسى الموضوع ده. قال لي انا عارف ان المغرب في حته ثانيه. قلت له برافو عليك. قلت له الامارات هتبقى في حته ثانيه، والبحرين هتبقى في حته ثانيه، والكويت هتبقى في حته ثانيه. لان دول عندهم دوري وعندهم نظام وعندهم مدربين وعندهم بيصرفوا 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 بيصرفوا. قال لي خلاص اعتبرها احتكاك قوي، واحتك قبل ما تروح كاس العالم. قلت له بس هو كام؟ انا ممكن اخد 10 اصلا. المغرب ده عالي جدا. الناس دي في حته ثانيه، الناس دي بقت في اوروبا. الناس دي بتلعب كل شهر 3 4 ماتشات. الارجنتين والبرازيل وكرواتيا وفرنسا وايطاليا. الناس دي ما بتقعدش في البيت اصلا. الناس دي عندهم 6 7 محترفين بره، في 3 منهم ما جوش كمان. تمام. عشان الكورونا وعشان الخروج من البلد والكلام. قلت له اوعى تقارن، ما ينفعش. احنا من 2019 ما لعبناش غير ماتشين. انت المغرب لعب 20 مباراه، فما ينفعش المقارنه. يقول لي اصل ده مش قاعد وده واقف والاداري بيوقف. قلت له انت بتتكلم في، احنا بنتكلم فنيا. ما ينفعش المغرب تنط علينا النطه دي كلها. المغرب هتعمل حاجه في كاس العالم، وافتكر القعده دي فعلا. المغرب هتوصل دور الثمانيه واحتمال توصل سيمي فاينل. بالمستوى ده، بالمستوى اللي هم فيه. احنا ربنا يستر. المغرب بتعبر عن فجوه فنيه كبيره بين الفريقين طبعا. عشان ابقى صريح معاك، المغرب لو كان معاها كمان المحترفين اللي ما جوش، كنت هقول يا ربنا يستر، مش عشان حاجه، عشان احنا ما استعدناش كويس. لكن احنا لو استعدنا كويس يعني ممكن يبقى الجيم في الملعب، بس هم الارجح برضو كمان هيكسبوا.